السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بيك في فيديو جديد من السمر كورس بتاعنا. إن شاء الله داخلين في موضوع جديد بعد ما خلصنا الهيلبنج فيربس وخدنا الأفعال المساعدة وإزاي نفرق بين الأفعال المساعدة والفعل الرئيسي والموديل فيربس. إن شاء الله بقى داخلين بقى في موضوع جديد اللي هو how to create question، يعني إزاي تكون سؤال. إحنا بعد ما خدنا الأفعال المساعدة، والافعال الرئيسيه ناخدهم بقى ونكون بيهم سؤال. ليه؟ عشان ده هيساعدنا في سؤال الديالوج. ده بخصوص ان سنه اولى اعدادي وثانيه وثالثه المرحله الاعداديه، يعني لو حد بيسمع بيتفرج علينا ده هيخصك قوي في حوار الديالوج. ازاي اعرفك ان انت تبني سؤال بكل سهوله، وناخد كل فعل لفعل ونشوف التكات بتاعته. فيلا بينا بسم الله نشوف انواع السؤال عندنا اصلا في اللغه الانجليزيه، وبعد كده ناخد حاجه حاجه. فبسم الله. احنا عندنا how to create question. احنا عندنا نوعين من السؤال، نوعين من الاسئله في اللغه الانجليزيه. ده نوعين، عندنا سؤال باداه، ده بيبدا باداه مثل what which when الى اخره. والسؤال الثاني بسؤال بفعل مساعد، والفعل المساعد بيكون معناه هل. تاني سؤالين، نوعين من الأسئلة، سؤال بأداة بيبدأ بأداة، تاني سؤال السؤال بفعل مساعد بيكون معناه هل. زي ايه فعل مساعد؟ زي verb to be، زي verb to do، زي verb to have. عرفنا امتى يكون helping verbs وامتى يكون main verb. يلا بينا بسم الله واحدة واحدة. هناخده أهني سؤال، هناخد السؤال بهل النهارده. تمام، هناخد السؤال بهل. ليه؟ عشان نطبق على أفعال المساعدة. يبقى ايه؟ عشان نراجع على القديم. تمام؟ يلا بينا بسم الله. عايز اسالك سؤال، الجمله في اللغه الانجليزيه بتتكون من ايه؟ من فاعل وفعل ومفعول. يعني مثلا مديت مثلا I play football، مثال شهير. I ده السبجكت وبلاي ده الفيرب، فوتبول ده الاوبجكت. طب هنا فيرجن بجيب الفعل في اول السؤال وبعد كده احط الفاعل. لا، هنا بقى في السؤال بحط الفعل المساعد وبعد كده الفاعل، بعمل ماس. بعمل ايه؟ ماس. يبقى هنا الفعل المساعد، بعد كده الفاعل، بعد كده كويستشن مارك ما تنساش، عشان ده ايه؟ ده سؤال. طيب هنبدا بمين؟ بفيرب تو بي. فيرب تو بي ركز بقى معايا. فيرب تو بي بمعنى ايه؟ انا قلت لك ايه؟ الفعل المساعد لما يجي في الاول بيكون معناه ايه؟ هل. مش معناه يكون. فيرب تو بي بمعنى يكون زي ما خدنا، بس في السؤال بيبقى معناه هل. طيب از. از ده فعل مساعد اهو، ده الفعل المساعد. هي ده الفاعل. لو في الجمله العاديه هقول هي از ا دكتور. طب ده سؤال هقول ايه؟ از هي ا دكتور. فهنا بدات بالفعل المساعد، وهنا الفاعل. ايه اللي جه بعده؟ دكتور. دكتور ده زي ما خدنا في بارتس اوف سبيتش، ده ايه؟ ده نون. شاطر. اللي هو ايه؟ اسم. فاول حاجه بيجي بعدها الفعل، اول حاجه بيجي بعدها الفعل المساعد از، اسم. بيجي بعده اسم. تاني حاجه where they busy. في الجمله العاديه يقول لي they were busy، هم كانوا مشغولين. بس هنا هقول هل هم مشغولين؟ كانوا مشغولين؟ هل هم كانوا مشغولين؟ يبقى where دي بمعنى ايه؟ هل، واز دي بمعنى ايه؟ هل. طيب busy دي part of speech ايه؟ adjective، صفة. يبقى تاني حاجة بيجي بعدها الفعل is، صفة adjective. طيب is ندى، يبقى هل ندى في المدرسة؟ at school بيجي بعدها ايه؟ جر زائد ايه؟ noun. تمام؟ يبقى أول حاجة الفعل is اللي هو معناه هل في السؤال، هل يجي بعديه اسم، ممكن يجي بعديه صفة، ممكن يجي بعديه حرف جر زائد اسم. at school في المدرسة. تمام؟ يبقى ده أول حاجة الفعل be.
معناه يكون؟ لا، معناه يكون في الجمل العاديه. امال في السؤال معناه ايه؟ هل ده فعل مساعد بمعنى هل في السؤال بهل اللي هو اجابته يس او نو. ازاي لما اجي احل الديالوج اعرف ان السؤال ده بهل ولا سؤال بعدها؟ لو مديني في السؤال الديالوج، لو عايز سؤال ومديني اجابه، الاجابه لازم أن يكون فيها يس اور نو. ده دليل اللي هو يقول لك اعمل لي سؤال بفعل مساعد اللي هو السؤال بهل. طب ما لقيتش يس او نو يبقى السؤال بعدها. تاني، السؤال بهل لما يكون مديني سؤال في الديالوج ومديني اجابه، الاجابه لازم أن يكون فيها يس اور نو. مفيش يس اور نو يبقى اعمل سؤال باداه. خلي بالك دي، تخلي بالك منها وانت بتحل ايه؟ ديالوج. طيب، تاني حاجه فيرب تو دو. فيرب تو دو معناه ايه؟ يفعل. لما خد، طب هنا معناه يفعل؟ لا، معناه ايه؟ هل. السؤال بهل. طيب، فيرب تو دو. فيرب تو دو، عايز اسالك سؤال. هل في فيرب دو هنا؟ هل لقيت فيرب دو هنا؟ فين الفعل اللي في الجمله دي؟ لايكس. فين الفعل اللي في الجمله دي؟ هيل. فين الفعل اللي في الجمله دي؟ وينت. هل في فعل دو هنا في الجمله دي؟ هل في فعل دو في الجمل دي؟ لا. لايكس ده وهيلب ده وينت ده فعل نوع ايه؟ هيلبنج فيرب؟ لا. موديل فيرب؟ لا. امال ده اسمه ايه؟ مين فيرب. يبقى السؤال المين فيرب ده اللي هو ما يعرفش يكون سؤال بنفسه، هجيب له فيرب تو دو عشان اكون بيه سؤال. تاني، المين فيرب بتعرف تكون سؤال بفعل مساعد بنفسها؟ لا، لازم اجيب لها فيرب تو دو. وصلت؟ طيب، هنا سما ده فاعل نوع، فاعل ايه؟ مفرد. فاعل ايه؟ مفرد. يبقى الفعل المساعد بتاعه كلمه اسمها دو، وحط لها ايه؟ الاضافات. شاطر. يبقى does. فعل، فاعل جمع. فاعل جمع ملوش اضافات، احط ايه؟ دو. احط له الفعل المساعد ايه؟ دو. وينت ده ماضي، احط لها الفعل المساعد ايه؟ ديد. شاطر. يلا بينا نكون سؤال. ده اجابه، عايز سؤال. في الاجابه احذف اس. وهنا ده فعل مين فيرب اخره اس، اجيب ايه؟ does. ادي الفعل المساعد. طب الفاعل فين؟ سما. اجيب المصدر من هنا. does سما like English؟ حط كويشن مارك. تمام. هنا احذف يس. هنا ده من فيرب، لازم اجيب له فيرب دو عشان اكون سؤال بهل. ده فاعل، فعل مفرد. ده فاعل مفرد، اجيب الفعل المساعد ايه؟ دو. تمام. واحط الفاعل. فين الفاعل؟ اي تحول الى يو. واحط الفعل في المصدر هيل ماي مام. هنا احذف نو. خلي بالك بقى في التركايه دي. هل في التركايه دي احذف يس او نو. وينت ده ماضي، فعل ماضي، اجيب ايه؟ الفعل المساعد ديد. ده الفعل المساعد. الفاعل فين؟ اهو يو. يتحول الى ايه؟ يو. وهنا اجيب ايه؟ اجيب ايه؟ المصدر. المصدر من وينت جو تو ذا بارك. هل دي صح؟ هل دي صح؟ لا، غلط. ترجم. هل انت بص المنطق، شغل المنطق. هل انت رحت الحديقة؟ قال له نو، انا رحت الحديقة. ازاي؟ هل انت رحت الحديقة؟ يبقى لازم أنا اغير المكان ده. احط مثلا سينما. ترجم بقى. هل انت رحت السينما؟ قال له لا، انا رحت الحديقة. يبقى لما يجي نو اغير المكان او المفعول اللي في الجملة، هو المفعول. تمام. لما يجي نو هنعرفها تحت فيرب
لما يكون في مين فيرب هجيب الفعل دو عشان اكون سؤال. ليه؟ عشان المين فيرب ما يعرفوش يكونوا فعل، ما يعرفش يكونوا سؤال بنفسه، لازم اجيب الفيرب ايه؟ دو. تمام؟ فيرب تو هاف معنى يمتلك، وعرفنا المعاني بتاعته في الفيديو بتاع الفيرب هاف. هنا لقيت نو، لقيت يس، يبقى ده فعل ايه؟ يبقى ده سؤال بفعل ايه؟ مساعد. شاطر، يلا بينا. دي اجابه. عايز ايه؟ سؤال. احذف نو. امتى؟ طب انا لما قلت لك امتى يكون الفعل هاف فعل مساعد؟ لما يكون في تصريف ثالث. ازاي؟ اهو بليد، تصريف ثالث. وهنا هاف، هنا هاف من بس منفيه، هافت. يبقى الفعل هاف ده مين فيرب ولا هيلبنج فيرب؟ لا ده هيلبنج فيرب، هيلبنج فيرب. اما ده المين. يبقى هكون سؤال بفعل مساعد بالفعل هاف. يبقى هنا اقول ايه؟ هاف they، وانزل التصريف الثالث زي ما هو. هذا كويشن مارك. هنا يس ده سؤال بهل، اروح حاسب ايه؟ يس. اجاوب دي هاز، واحط الفاعل اللي هو منى، got a car، هاد كويشن مارك. يبقى هنا الفعل هاف، الفعل هاف امتى يكون فعل مساعد؟ لما يكون في تصريف ثالث. اهو التصريف الثالث هو ده المين فيرب وده الهيلبنج فيرب. لما اجي اكون سؤال بهل اطلع هاف هيلبنج، اعمل بيه سؤال اللي هو السؤال ايه؟ بهل. وصلت؟ فاضل ايه؟ الموديل فيربس. الموديل فيربس لقيتها في السؤال خدها yes I can see parrot مثلا، parrot اهو. yes I can see a parrot، ايوه انا شايف، انا استطيع ان انا اشوف ايه؟ بغبغاء. عايز سؤال اروح احذف ايه زي ما قلنا. فين الفعل؟ فين الموديل فيربس؟ اهو كان اخده وابدا بيه. كان يو سي بارت كويشن مارك. فالموديل فيرب سهل. شفت الموديل فيربس خده وابدا بيه الجمله. لما قلنا قاعده الافعال ناقصه هي ناقصه في المعنى بس بتبني نفسها بنفسها. فين؟ في السؤال والنفي. الناس اللي فاكره زي ما قلنا تبني نفسها بنفسها فين؟ في السؤال والنفي. ادي السؤال اهو. هنا، هنا في المين فيرب، هنا في المين فيرب جبت فيرب تاني دو عشان ابدا اعمل اكون سؤال. هنا بقى جبت فيرب تاني عشان اكون سؤال؟ لا، انا خدت الفعل المساعد نفسه وبدات بيه سؤال. كده وضحت من الفيديو اللي فات عشان برضو في ناس ما ظبطتش معاها. تمام؟ يبقى انت كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. خدت سؤال بهل، سؤال بهل، وعرفت كل فيرب بيجي امتى، وعرفت كل فيرب ازاي نكون بيه سؤال بهل، وخدت السؤال بهل ربطته بالديالوج. ده يا باشا اسمه الكورس التأسيسي الصح. تمام؟ كده بنكون خلصنا نهاية الفيديو. أتمنى يكون الشرح عجبك، أتمنى يكون الشرح عجبك، واستنانا في فيديو قادم. سلام.